يا أبو عابد الدخان حرام. أنا مش ملتزم أدخن ما في مشكلة. عبد الله كم هنصلي ولا فلان ترى ما تفيدك. الصلاة أهم يا أبو عبد الله، الصلاة أهم. أنا مش ملتزم أشوف فلان عادي. أنا مش ملتزم أسمع أغاني عادي. أنا مش ملتزم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. رأينا محادثة قبل قليل بين الأخ عبد الله والأخ وأخوه الصغير. كما لاحظنا أن كل ما نصحه بشيء قال له بأني لست ملتزما، فبالتالي ليس عندي مشكلة. وسبحان الله بعض الناس عندما تنصحهم يقول لك بأني لست ملتزما. وهل يعني هذا بأنك لن تحاسب يوم القيامة؟ وهل يعني إذا كنت لم تلتزم بالله بدين الله سبحانه سوف لن تعاقب؟ هناك خلط وسوء فهم كبير لدى بعض الناس، يظن أنه إذا التزم سوف يحاسب، وأنه إذا لم يلتزم فهو لن يحاسب وهو مسموح أنه يعمل أي شيء، وهذا خطأ كبير. وأتمنى من إخوتي الكرام أن لا يجعل الشيطان يوسوس له فيقول أنت لست ملتزم فافعل ما تريد. لا، يجب أن تتحكم بنفسك وتقول الشيطان توقف. السلام عليكم. طائر أنت فحلق في الدنا تيها وفخرا، شمسنا أنت فأشرق واملأ الآفاق سحرا، بحرنا أنت فأغرق وامر الأصقى غمرا، أيها المسموع فانطق مدا للأسماع جسرا، وانطق العلي وحدق واجزها الإبداع مهرا. طائر أنت فحلق في الدنا تيها وفخرا، شمسنا أنت فأشرق واملأ الآفاق سحرا، طائر أنت فحلق في الدنا تيها وفخرا، شمسنا أنت فأشرق واملأ الآفاق سحرا.